دخل من الشباك وسرق الخزنة بتاعت الفلوس. ايه اللي بيحصل؟ في واحد في وودبري نيوجيرسي، الراجل دوت عمل حاجة غريبة شوية، حب يسرق مطعم، كان عايز ياخد الفلوس اللي جواه، فلبس ماسك، لبس قناع بتاع الهالوين وراح درايف ثرو عشان يطلب أكل المفروض. فلما اللي على الشباك فتح الشباك عشان يتعامل معاه، نطله من الشباك ودخل جوه وسرق الخزنة ورجع تاني العربية بتاعته وخلع. الشرطة قدرت تتعرف عليه، اسمه سباركس، عنده 25 سنة، والشرطة فعليا قبضت عليه. الحقيقة الجرائم بدأت تزيد وشكلها هتزيد أكتر الفترة اللي جاية. الوضع الاقتصادي الصعب اللي فيه البلد دلوقتي هيخلي ناس كتيرة للأسف تعمل جرائم وتعمل مشاكل أكتر وأكتر من قبل كده. مهم جدا كل واحد يخلي باله من نفسه. لو عندك بيزنس، لو عندك شغل معين، لو عندك حاجة فيها كاش، تخلي بالك كويس جدا، وسلامتك وسلامة الموظفين وسلامة الناس أهم من أي حاجة. خد احتياطاتك، ولكن السلامة أهم من أي حاجة تاني وتالت ورابع. ربنا يسلم الجميع. شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع. لؤي العاصي من نيوجيرسي. مع السلامة.